صباح الفل أو مساء الفل، الوقت اللي حضراتكم بتشوفوا فيه الفيديو. النهاردة هتعملي ايه يا تيتا؟ النهاردة هنعمل كنافة جميلة، بس الأول نسمي ونصلي على الرسول ونقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. دعوة لمرضانا حبايبي، ودعوة لكل عزيز وغالي فقدناه، ربنا يرحمهم جميعا يا رب. يلا، دي بقى انا جايبه نص كيلو كنافه زي ما انتم شايفينها كده. دي بقى انا مش هفركها، احنا بس هنفككها من بعضها كده. هنعمل صينيه كنافه بقى من اللي امي وامك كانت بتعملها زمان. دي كانت كنافه جميله وتحسي فعلا ان انت بتاكلي كنافه. احنا هنعمل كنافه بالمكسرات، حاجه بلدي كده، من اللي امهاتنا كانت بتعملها. دي سمنه فلاحه انا مسيحاها، هنعمل بيها صينية كنافة، بس هتبقى صينية كنافة فعلا فيها طعم ايد امهاتنا اللي كانت بتعملها زمان. كده احنا بنفككها بقى من بعضها زي ما انتم شايفين كده، ولا بقى بالكريمة ولا بالكريمة الكدابة ولا بالكريمة الصادقة ولا بالحاجات دي، هي بالمكسرات هنعملها. احنا فككتها كده من بعضها ونحط عليها السمنة كده. ايه، انا حطيت عليها السمنه دي يا جماعه سمنه فلاح، انا قايله كنافه يعني سمنه فلاح. هتاكلي حته كنافه رهيبه بجد، وبرضه لو بروابي بكريستاله والله من ايدك هتبقى زي العسل. يلا كده، ايه، انا بشربها السمنه، هي كده متفككه من بعضيها خالص، فلما برشرش عليها السمنه كده هي بتشرب السمنه على طول. السمنة الفلاحي دي معرفش فيها ايه يا جماعة، مش عارفة في ايه، مش عايزة اقول فيها ايه يعني بقى، انتوا عارفين وهتفهموني. اول ما بتسيحي السمنة وتحطيها في برطمانة، العلبة دي كانت مليانة سمنة، اول ما خدت منها معلقة معلقة في معلقة بصوا فضيت العلبة. مش عارفة يعني بقى امال هنطبخ بايه وهنعمل ايه، ربنا يكون في عون الناس يا رب. كده انا شربتها كويس جدا جدا السمنة للكنافة. كده بقى ايه، جبت الصينيه هنحط فيها برضو من تحت حته سمنه كده، عشان لو قلبتها ما قلبتهاش تبقى من تحت متحمره وتبقى من فوق متحمره. كده ايه، انا قسمت الكنافه اتنين، هنحط نص هنا ونص ايه من على الوش بعد ما نحط المكسرات. حتى الغش بقى في الجوانتيات رخرين، بشد جوانتي كده في ايدي راح مقطوع، رحت جايبه جوانتي من الجوانتيات الكياس اللي انتوا عارفينها دي. كده بقى ايه، تتكي عليها كده بايدك. بصوا انا غير كده كمان، انا اتكيت عليها جامد، يعني انا جبت طبق كده مسلطح حطيته عليها واتكيتي عليها جامد عشان اما تقطعيها تطلعي الخرطه بخرطتها كده. هنا انا هحط معلقه عسل كده على المكسرات دي، عشان لما تيجي تشيليها تبقى الحته المكسرات ماسكه في الحته كده، ما تتفرولش المكسرات من جوه. مع ذلك يعني انت هتسقيها وبرضه هي تشرب. بصوا ده سيرب انا عاملاه وبشيله في التلاجة، اللي هو الشربات، انا بعمله يا جماعه وبشيله عندي. ان شاء الله برضه هنعمله المره دي، يعني لما اجي اعمله واشيله هعمله قدامكم ان شاء الله، بيطلع مظبوط ومية مية من ايد تيتا. كده انا حطيت الشربات وهقلبه كده، حطيت لي معلقتين تلاتة كده وقلبتهم، معلقه صغيره يعني ما بتشيلش حاجه كتير. كده هقلبه كويس جدا كده، وايه، وهنسمي ونصلي على الرسول ونحطه في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. بص بقى، يعني حاولي تفرشيه كويس في الصينيه عشان ما تبقاش حته فيها مكسرات وحته ما فيهاش. دي مكسرات ايه يا تيتا؟ دوت لوز على سوداني على زبيب على جوزة هند. وعايزه تحطي، يعني في ناس ما بتحبش القرفه، حته قرفه صغيره يعني على سن المعلقه بتاعت الشاي كده، حاجه بسيطه خالص تحطيها، ماشي الحال. مش عايزه وما تحبهاش خلاص ماشي ما تحطيش، يا بتخليها جميله يعني وبتخلي ريحتها حلوه، بس انا دلوقتي انا مش حاطه. كده انا فرشتها كويس، دي قشرة من اللوز. كده انا فرشتها كويس جدا في الصينية، وهتبقى ماسكة لما تقطعيها كده، هتلاقي المكسرات دي متماسكة فيها من معلقتين العسل اللي انا حطيتهم. هنحط بقى النص الكنافة التاني ده. مع ذلك الدكتور العوضي الله يرحمه قايل ايه؟ قايل المعجنات اللي هي بالدقيق الابيض دي لا، بس هنعمل ايه بقى يا جماعة، هنحرم نفسنا يعني.
هي هتبقى يعني حاجة بسيطة، كل واحد حتة صغيرة كده ان شاء الله، مش هتعمل حاجة زي ما هو بيقول. بس والله يا جماعة أنا مشيت على النظام بتاعه والعيش السن، ومشيت على النظام بتاعه، جت على طول من السكر صدري وجعني ومعدتي وجعاني وقلبي تعبني. الحمد لله رب العالمين من غير ما اخد أي علاج. كده أنا حطيت النص التاني، الكنافة التاني، وإيه وبرده كده دوست عليها كويس، تضغطيها كويس كده، ومن على الوش برده معلقتين السمنة اللي فاضلين هحطهم كده عليها. بجد يا جماعة كانت حتة كنافة بسم الله ما شاء الله، بجد بجد الشهادة مجروحة. كانت حتة كنافة عسل. بصوا الجمال. أنا كنت عاملة صينيتين، صينية ليا وصينية للحبايب. كده طلعت، بصوا بقى لما طلعت من الفرن، وبصوا الجمال بقى. بصوا الجمال، حمرا بقى وعاملة ازاي. بجد يا جماعة أنا مش قادرة أقول لكم صينية الكنافة دي كانت عاملة ازاي. كانت جميلة جدا. زي ما بقول لكم أنا كنت عاملة صينية لينا وكنت عاملة صينية للحبايب. أنا كنت عاملة اتنين على فكرة. زي ما انتوا شايفين كده بسقيها الشربات. الشربات يكون دافي وهي سخنة ماشي. الشربات يكون سخن وهي بردت ماشي. انما ما تطلعيش دي مع دي سخنة وده سخن مولع وتروحي دلقة دي على دي. لا يا جماعة ده تبع يعني الواحد يعني بعملها على طول وعارفة يعني. كده انا سقيتها شربات كويس. وطبعا بقى الشربات دوت بقى زي ما انت عايزه، وطبعا رغبتك، وطبعا ما انتوا بتحبوا الحاجه مسكره دلعه. كده بقى ايه هنزوقها الزواق الجميل بقى بالفستق الكداب. الفستق ده انا عاملاه هنا. هنعمل لها بقى شكل جميل كده، هنعمل لها منظر حلو جميل. ده الفستق ده يا جماعة أنا بجيبه وبعمله هنا، بيبقى جميل، وبيبقى طبعا مش زي اللي بتشتريه من بره، بس بيبقى ريحته جميلة وطعم وحلو. من إيه؟ أنا بجيب له ريحة الفستق وبعمله كويس، يعني بعمله بصوا يعني بحذافيره زي ما بيقولوا. فبتبقى ريحته حلوة وبيبقى طعمه حلو. واللون بتاعه ده لون طبيعي ولون غذائي طبيعي يعني. وريحة الفستق دي برضو كويسة غذائية حلوة يعني. وبجيبها من عند موتير، حاجة نظيفة، مش حاجة مركونة يعني ولا كده. حاجة موتير بتبقى مسحوبة على طول، فبتبقى نظيفة وبتبقى ريحتها حلوة. هنا بقى هنحط القطاعة دي يا جماعة. أنا بقطع بيها القرص. فهنعمل كده شكل جميل. هنشوف الشكل المنظر ده هيجي حلو، وهيجي فعلا زي ما هي عرجة وعريجة كده. اما نشوف هيطلع كده ولا ايه. اما نشوف الشكل ده هيطلع مظبوط ولا مش هيطلع مظبوط. كده هنحط فيها بنحط فيها الفستق كده من جوه. بصوا اتحركت برضو، بتتحرك برضو من ايدي. عارفين دي لو عجينة وزنقتيها فيها كده عمرها ما تتحرك، انما عشان حطاها من على الوش كده فبتتحرك مني. اما نشوف دلوقتي لما نشيلها المنظر هيجي صح، والفورمة بتاعتها دي هتيجي مظبوطة معانا ولا ايه. كده بنسويها كويس. وعايزة حبة تاني من الجنب كده احط لها. كده ايه هي اتسوت كويس جدا جدا. وبزوفها كده فيها من جوه في الفورمة دي. لازم تحطيها كويس في الفورمة دي عشان نشوفها. هي خلي بالكم هي مش باينة قوي. الفورمة دي طلعت مش باينة قوي. هي يعني باينة يعني هي مش واضحة لكم قوي في الكاميرا. هي باينة بس هي مش واضحة قوي. الفورمة دي مش واضحة قوي زي ما انتوا شايفينها كده. دي القطاعة بتاعت القرص، بقطع بيها القرص دي. بس ما طلعتش برضو زي ما هي زي ما انتوا شايفينها كده. بس هي برضو كده طلعت جميلة وحلوة. طلعت جميلة برضو، وذوقها طلع حلو جميل بالفستق الكداب الجميل ده. ايه رأيكم بقى في صينية الكنافة الجميلة دي؟
صينية كنافة. بصراحة الناس تفضل يعني تقول لك مش سنة ايه اللي انتوا نفسكوا فيها اعملوه يا علي. ولو نفسكوا في كحك وبسكويت اعملوا برضو، بس هاتوا الدقيق الاسمر ده بقى اعملوا بيه. الدقيق الاسمر يا جماعة عشان يبقى صحي ويبقى حلو. الله يا تيتا بجد شكلها جميل جدا وكان طعمها احلى، وصحة والف هنا يا رب. بجد كانت جميلة جدا. زي ما بقول لكم كده تجيبوا الدقيق الاسمر تعملوا بيه الكحك وتاكلوا، ما تحرموش نفسكم. عايزين قطايف هاتوا، عايزين كنافة هاتوا، ما تحرموش نفسكم من حاجة. نقول لما يجي رمضان لا والله يا جماعة انا بعمل كل حاجة وفي اي وقت. بس الواحد بقى من ساعة بيتنا ده ما وقع، والواحد ايه ملوش نفس والله لأي حاجة خالص. بس هو ايه الواحد بقى لما بيبقى كده هو بيعمل الحاجة. والله جميلة جدا وطلعت حلوة وصحة وألف هنا. والسلام عليكم، أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.